لكم دابا ولاد ديال الكلب، انا باقي عاقل على ديك الايامات مزيان، كنت مازال تنكافح في الالمان. مات الحسن الثاني وما يديروا لنا ديك اللعبه ديال، حيت هما عارفين الشعب التقهر. الشعب عرفتي راه كان واحد القهره فيه راه انكرويابل ديال الحسن الثاني والبصري والداخليه وتزمان مارت والخراو والمختفون. فبنادم كان عنده واحد الرغبه ديال يتفرقع، يعني كانوا الناس تيتسناو الحسن الثاني يموت. دابا خليونا من داك اللي تيبكي في الكاميرا وهز التصويره وتتنداب وداكشي، فكانوا تيتسناو يموت ويبدا تبدا شي حاجه جديده، باغي يحيد صافي يموت يتفجروا. فاصحاب القرار سيمو وصحابه والصحابه ديالو عارفين هادشي، فاهمين، فهما داروا استراتيجيه واعره، استراتيجيه ديال الملك الشاب، الملك يعني العصري مودرن، ملك الفقراء، يعني من كل فن طرب. وغنقول لكم ما تعقلوا نتوما على شنو كانوا تيديروا، عاقلين على الملك دار اللحيه، هذيك اللحيه ديالاش، هذيك اللحيه راه ديال الحرام، راه ماشي اللحيه هو زعما حيت عزيزه عليه اللحيه، دار اللحيه باش تبان القضيه ديال عاوتاني ديال راه ما بقاش داك الشيء، راه تيجمعوا صحاب الحياه، راه كاين الحريه، راه دير اللي بغيتي، راه هو غير رمز فيها شويه عاوتاني ديال الدين. داروا ديك اللعبه ديال نهايه العهد، صافي قال لك عهد جديد، العهد الجديد. مشاو داروا التبزنيسه مع هذوك الناس صحاب الشكاره، انت غادي نحيدوك من المنصب ديالك ولكن لا خوف عليك ولا انت تحزن. تيهزوا الطاف هذه حيدوا زعما نحيدوا دوك رؤوس الفتنه ورؤوس الفساد كلهم غادي يتحيدوا، تيصيفطوا عرفتي، تيصيفطوا دوك العبيد ديالهم تينشروا هاد الاشاعات، راه الملك حيد شحال من واحد من هنا وكاع قال لهم، وتيجيو ديك كنتو تسمعوا دوك القصص ديال الملك تيمشي لشي بلايص. ما عرفتش واش عقلتوا على هاد الوقت هادي. الملك تيمشي للبلايص، قال لك الملك راه دخل عليهم العماله، دخل عليهم البلديه، تيما جالسين مجموعين تما هو يوقف عليهم، قال لهم انت وانت وانت برا. عرفتي ديك اللعبه هذيك. فصافي المغرب تكاد، وفي نفس الوقت قال لك لقاو البترول، حيت خاصك دير للناس الامل. في نفس الوقت قال لك المغرب لقاو فيه البترول اكثر من السعوديه. فاذا دابا المغاربه اش تيشوفوا؟ مشى العهد القديم اللي كان كله مشاكل، ودابا جا داك العهد الجديد الزوين اللي غادي يتمتعوا فيه المغاربه بالبترول، يعني الفلوس دايره، الملك زوين ديمقراطي، الحريات، الشاب، الملك الفقراء غادي يتهلا في المساكين ديال المغرب. غير دبر على راسو وكل شيء تسطالا وشدوا وداروا القبضه ديالهم على الشعب، وعادت حليمه لعادتها القديمه. طلع الملك بزناس تيضرب الفلوس، ما كاين لا ملك الفقراء لا استحمص. بدات ديك الحكايات تتخرج، وبدا بنادم يعني مشى داك الانفعال الكبير، يعني ديك المرحله اللي كانت خطيره على المؤسسه الملكيه مشات، لان في ذاك الوقت كون ناضت شي ثوره كون الشعب تهز في ذاك الوقت كانت غترون في المغرب. يعني من مات الحسن الثاني وكون داروا غير زعما ديك صافي راه داك الاخر يولي هو الملك في بلاصتو، كان المغرب غينفجر في وجههم. ولكن داروا ديك اللعيبه، داروا لنا عامره في خاويه في ديك الساعه. صافي الناس بردات السوق، وديك الساعه فين غادي تبدا دير شي حاجه، فين غادي دير شي حاجه، فين غادي دير شي ثوره، فين غادي مشى صافي بنادم براد. وقال لك هادو ولاو الناس تيقول لك اخر المغرب راه باقي هو وفين هي ديك ملك الفقراء والعهد الجديد وداك الشيء، مشى كلشي. ويرى المشاريع ديالو، هو المشاريع تيفتتح المشاريع باش يدور معاك نتايا. ها هما لقاو البترول في المغرب، شكون اللي يستافد منه؟ اشوف الجزائر راه فيها البترول والغاز الطبيعي، شكون اللي مستافد بالغاز الطبيعي وفي البترول اللي كاين في الجزائر؟ مستافد الشعب، مستافدين الجنرالات والناس صحاب الشكاره